صاحب الخبرة في المجال نسعد ونحرص دائما أن ننقل خبرته للأجيال وللشباب وللناس اللي بادين في الهجن. طبعا اليوم احنا محظوظين بوجود عبد الله بن سعيد العيدة اللورد. يا مرحبا سعيد. حياك الله، يا مرحبا، وأنا سعيد بتواجدي معاكم. أتمنى أني أقدم ما يرقى بمستوى الهجن وأهل الهجن والحلال بشكل عام. أبو سعيد، الناس كلهم يتكلمون عن العيدة، تصريح العيدة، كن حذر من لقاءات العيدة. لا بالعكس، شوف دائما المهرجانات اللي مثل هذه تحتاج زخم إعلامي. الزخم الإعلامي هو اللي ينجح المهرجانات. أي مهرجان بدون دعم إعلامي ما راح ينجح. الناس تابع، بعض الناس مو شرط أنه يكون متواجد، لكن يتابع إعلاميا ويعرف كل ما يدور في المهرجان هذا، ومن أهل المهرجان ومحبين، لكن بعض الناس ظروفهم ما تساعده أنه يتواجد. فالإعلام شيء ضروري. وبالعكس عبد الله العيدة إنسان راعي هجن ومشارك ومتابع، وأنتم مشكورين اللي هذه يعني هذه اللي أرثوه الآباء والأجداد للأجيال الحالية، وأنتم مشكورين اللي تتابعونه، لأن إذا ما صار في هناك متابعة له وتم حفظه راح يندثر. والحمد لله أن عندنا ناس يتابعونه وحكوماتنا الرشيدة تدعم الهجن والمجال هذا، ومش غريبة عليهم، وهذا شعبهم يعني. هذا واجبنا والله أبو سعيد. أبو سعيد، دائما نشوفك كبطل، ماخذ الرمز، ماخذ سيف، ماخذ بندق، ماخذ إنجاز، ولكن جمهورك ومحبينك ودهم يعرفون عن عبد الله بن سعيد، بداياته، وين نشأ؟ والله عبد الله العيدة نشأ طبعا في بيئة صاحبة حلال، أهل حلال. يعني احنا كنا يوم ما كنا في الدراسة في المراحل الابتدائية، إذا جاءت العطلة الصيفية والدي الله يرحمه كان يأخذنا للبل. كان عندنا حلال في السعودية، لكن احنا في قطر عايشين، فنروح إجازة المدارس 3 شهور هناك. لكن مع تطور الوقت والعالم والدنيا تغيرت، فبدينا ان احنا نكون في المدن أكثر. أنا يعني دخلت في مجال الهجن، كان فيه شخص توفى الله يرحمه اسمه حمد بن قطيان غياثين، هو اللي شجعني وهو اللي دخلني يعني. فقال لي في هنا بعير لازم تشتريه. وقلت له يا حمد أنا في كرة القدم يعني كنت نائب رئيس نادي والآن رئيس نادي السيلية. فقال لي لا أرجوك بس، وسحبني للمجال هذا ودشيت فيه، جلست فيه تقريبا، وعقبه تركت حوالي 15 سنة ورجعت مرة ثانية الآن. وبالعكس المجال هذا مجال ممتع جدا، صح أنه فيه مصاريف لكن لما تفوز تنسى كل شيء، تنسى التعب، تنسى الخسائر، تنسى كل شيء، وتعرفك بالرجال. ولا أفضل حد عليكم يعني، رجال مجال الهجن يعلمك بأشياء كثيرة، يعرفك على الناس، يخليك تعيش عالم آخر. بعض الناس صح ما يحب الهجن لكن يحب كرة القدم، بعض الناس يحب القنص والصقور، بعض الناس يحب الخيل، لكن الهجن فوزها له طعم. حدثنا عن هاللحظات، لحظات الفرح. والله هذه شوف، أول اللحظات 3 أنواع. النوع الأول لحظة ترقب اللي هي ليلة الركض. شوف الآن عندنا بكرة مركاض سيف الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، احتمال أن الليلة ما أنام أنا وغيري أفكر في بكرة وش راح يصير. احنا عارفين أن النتائج أمور تدار في السماء وتنزل في الأرض، كل واحد مكتوب له رزقه. صحيح. المرحلة الثانية أن لما ينطلق الشوط تعيش على أعصابك تقريبا 12 دقيقة، وأنت حتى لو أنك ما تسوق السيارة اللي يسوق معك يدش في عالم آخر. المرحلة الثالثة اللي هو الفوز إذا فزت أنت، تأخذ لك تقريبا ربع ساعة 10 دقائق وأنت تقول أنا في حلم ولا في علم. فالسلسلة. طيب أتمنى إن شاء الله نحن نعيش هاي كلها 3 بكرة بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله إنك تعيشها ولا نومس لك إن شاء الله. الله يجزاك خير. شعور لا يوصف، والله شعور لا يوصف. يمكن أنت عندك حلال ولا تتابع ولا لحظة الفوز، خاصة إذا كانت في رمز يعني لك الكثير، ما تغبط حتى التاجر ولا الملك ولا الشيخ، ولا تعيش كأنك عايش ملك ذيك اللحظة. شعور اللورد إذا فلس. والله أنا شوف، أنا في ميزة، أنا أتقبل الصدمة.
أنا أتقبل الصدمة لأني إنسان مؤمن وعارف أن رزقي ما حد ما أخذه. فطبعا إذا خسرت معرض الخسارة ناس واجد مثلي، اللي ما يتقبل الخسارة ما راح يفوز. لازم تعمل في حسبانك أنك يا فايز يا خسران. صحيح. لازم يكون عندك بالانس للشغلة هذه. فالحمد لله نحن خسائرنا ما هي بواجده يعني. الحمد لله الحمد لله. احنا هنا أول مشاركة لنا فزنا برمزين. طيب أبو سعيد، أول بعير اللي شريته؟ أول بعير شريته كان ب80,000 ريال. 80,000. بعير اسمه ربدان، ومن هذا الاسم دخلت مجال الهجن. طيب ربدان أول من عرضه عليك وصف لنا كل جلسة. والله قهوة في كلمني عشاء في لا والله كلمني تليفون قال هنا بعير أبغيك تأخذه. هم من ربعك؟ من الغياثيين من الجماعة. أي نعم. مري وكان شغال معنا وقال لي أبغيك تأخذ البعير ذا، راعيه أبغيه 80,000. وقلت له يا أحمد أنا راعي كرة قدم. قال أنت بس جرب وشوف، وسحبني لهذا الحقل وجلسنا فيه إلى اليوم. طيب ودي أعيش مقارنة بين كرة القدم وبين الهجن. والله شوف أنا بقول لك الجمهورين يختلفون. جمهور كرة القدم جمهور مودرن، يعني يتابع المباريات ويعرف اسماء اللعيبة ويحسب النقاط. جمهور الهجن لا، عند ذلوله عشيها غديها ويشوف صحتها ويحفزها ويفحمها ويركضها، ما عنده شيء ثاني. أنا. جمهور كرة القدم يتابع الدوري ويتابع البطولة الآسيوية ويتابع كأس العالم وتحصل، لكن لما تجيبه المجال هذا صفر، ما يعرف في شيء. يختلف 180 درجة. حتى صاحب الهجن لما يروح لكرة القدم نفس العكس صحيح، إلا من رحم الله، إلا الشباب اللي عايشين كرة القدم يعرفونها، لكن غالبيتهم ما يعرفوا شيء في الكرة. وإذا طلعت الكرة في التلفزيون قال سكله لا تسندر، ما هو صعب، ما يبغيه. وإن طلع عرض وإن شاف هجن قال خلي لا أحد يحرك. هنا طيب أنت أبو سعيد تعاملك مع الإعلام في الهجن؟ والله شوف أنا تعاملي إعلام الهجن لازم الواحد يكون حذر فيه، لأن ربما كلمة تطلع وأنت مش قاصدها وتحز في خاطر رفيقك لكن كرة القدم ما فيها يا فائز يا خسران، والله اللاعب الفلاني كذا واللاعب، ففي فرق بينها. هذا سلاح ذو حدين اللي هو الإعلام الهجن. أما كرة القدم شيء عادي، يعني كل الناس تقدر تتعامل معه، خاصة الناس اللي يعرفون كرة القدم. إعلام الهجن يجب تكون حذر فيه، لأن فيه معلومات دقيقة. إعلام كرة القدم ما فيه اللاعب الفلاني جابوه واللاعب الفلاني ودوه واللاعب هذا يشطبوه واللاعب هذا وقفوه، بس ما في شيء. لكن إعلام الهجن لا يختلف، هذه الناقة بيها فلان وهذه الناقة بيها فلان وهذه شراها من عند فلان ودي باعها على فلان ودي، يعني فمعلومات ما يعرفها إلا واحد محب وملم ومتابع للمجال هذا. طيب أنت بدوي ومن بيئة بدو قبائل هلبل وكذا، وكذلك في إعلام الهجن الكلام في السلالات يصير فيه حرج، يعني مثل واحد أنت عرضهم نسب بعير نسب مطيح على بعير ما هو بعيره. لا ما تقدر لأن راعي الحلال حافظ حلاله. نعم. وش حلاله الناقة ذي وش بيها ولا حوارها وش عليه، فصعب إن لا اللي يصير فيه الحرج أكثر. لا ما في حرج، بالعكس إذا قد عندك مثلا بعير وفحل تقدر وهو طيب تحصل الناس يتابعونك مسنعينك وين أنت رحت وين أنت جيت على أساس يستفيدون من سلالة بعيرك. طيب الوالد راعي هجن؟ الوالد الله يرحمه مو براعي هجن، راعي حلال وترك من زمان، يعني راعي مجاهيم. إبلة كلها فيها مقاتير وفيها مجاهيم. طيب ليش ما اتجهت لإبل المزاين اللي هي؟ لا أنا أقول لك أنا إبل المزاين ما دخلت مزاجي. السبب؟ يعني هذا شو أقول لك، إبل المزاين بعض المشايخ ترى اختلفوا فيه، بعض المشايخ حرموه لسبب واحد. يقول هذا خلق الله، فأنت كبشر تقرر هذا زين وهذا مو زين، أنت من اللي خلقته، خلقه اللي خلقك. لكن بعض المشايخ من باب والله هذه أرزاق ما نبغي نقطع أرزاق الناس، خلي الناس تعيش وكذا، فيعني كذا وكذا. طيب العيدة
ما يرتاح للمزاين أكثر من ناحية شرعية ولا نفسية؟ لا ما ارتاح له، لأن أنا ما عندي أول شيء بالمزاين، والمزاين شغلة مطية المزاين تبي تعتني بها كأنك تعتني بولدك فعلا. يعني صراحة. طيب الهجن ويلا اللحق بعد ندش في المزاين. أسرة العيدة من اللي منهم رأي هجن؟ والله شوف، أنا حاليا أنا راعي الهجن. الآن عيال أخوي ناصر كلهم راحوا للهجن، عندهم إنتاج وعندهم هجن تركض، وعيال الأخوان الآخرين اللي يشتري لهم مطيه يودعها، واللي يعني فخلية نحل مثل ما يقولون. طيب العيدة كان سببا شجع الشباب على أنهم يدخلون في الشباب وغيرهم ناس واجد، يعني مو في عندنا الآن شباب متحضرين مهم بدو، لكن دشوا في مجال الهجن. بعضهم عنده خير اشترى وودع وجاب له مضمر لكن يعيش عالم آخر. إذا ركض وفاز ذاك الليلة ما يرقد. فيه ناس دخلوا عن طريقك، يعني جاءوا من كرة القدم ومن مجالات أخرى دخلوا في الهجن وحبوها ودخلوا في هالمجال بقوة. والله شوف، عيال أخوي ناصر بعضهم كان لاعب كورة، بعضهم لاعب في المنتخبات، الآن في الهجن. ما شاء الله تبارك الله. الآن في الهجن ما شاء الله. متعة. شوف إذا توقفت مواسم الركض عندنا مثلا في اليوم في السعودية تاريخ 21 مهرجان الأمير الوالد، وإذا انتهى الموسم بشكل عام في المنطقة راعي الهجن ولا المتابع يضيق، ما يحصل شيء يروح له، ما يدري وين يروح. فتحصله يا يسافر برا لأنه ما عنده ميول أنه يتابع كرة قدم. صحيح. لكن الآن أنا الحين في السعودية، بكرة على خير بروح القطر، بعد قطر بروح لدبي، بعد دبي بروح الكويت، وهي كلها. وفي أعتقد في 15/3 يمكن يكون فيه مهرجان في العلا. فطول الموسم وانت شغال. سياستك أنت في العزبة، هل أنت اللي تتابع الهجن بنفسك؟ لا والله، أنا عندي المضمر مثل ما تقولون العالمي حمد بن راية، وهو من دخلت في مجال الهجن بشكل قوي جبته واتفقت أنا وياه وسلمته العزبة، وإذا حصل السبوك كلمني عنها جبناها له. نعم. طيب أنت الفترة الأولى اللي أول ما دخلت من كان المضمر اللي معك؟ والله أنا كان عندي عبيد بيشينان، والآن رجع وعنده مطايا بتشارك في السيف بكرة، وكان عندي حمد بن زاهرة متواجد في الدوحة بعد راعي هجن. وإلى الآن موجود عنده هجن؟ لا حمد الحين صار مع الشحانية. لكن عبيد معي الآن وعنده هجن تخصه، لكن عندي حيل مخليها عنده على أساس بتركض بكرة في سيف الملك عبد العزيز. وحمد الراية موجود. العيدة عنده الآن عندي اثنين، حمد الراية وعبيد بن شينان. نعم. طيب ودنا ندخل في التفاصيل. هم إذا كلموك وعرضوا عليك المطية وش طريقتك في البيع والمشترى معه؟ لا بالعكس، أنا شوف الشخص لما تجيبه يعني كأنك الحين تجيب مدرب كورة وتسلمه فريق، ما يصير أنك تدخل في خطته وكيف يدرب وكيف يلاعب، لأنه هو أهل مكة أعلم بأشعابها، هو اللي عند الهجن وهو اللي يدربها وهو اللي عارف حالتها وعارف شو المسافة اللي بتركضها. فلما تفرض عليه شيء ما تقدر تحاسبه إذا خسر ولا صار له، فيجب تعطيه الخيط والمخيط والنتائج آخر الموسم. وما أعتقد أنه لأنه هو مستفيد، المضمر مستفيد. صحيح. ما راح يذخر شيء، راح يبذل قصار جهده أنه يفوز، له نسبة في الجائزة وله نسبة في البيع. كيف اتفاق؟ يعني نبي نستفيد حنا ويستفيدون منه. الناس يختلفون، حد يعطي 20، حد يعطي 30، حد يعطي نص الجائزة. إيه. والعيدة كم يعطي؟ والله هذه يعني سؤال محرج بالنسبة لي، أعتقد لو تعفيني عنه بكون شاكر. فيه عزب إنتاج ولا عزب بس سبت؟ لا الهجن، الإنتاج عند ولدي عبد الرحمن ومشرف عليه، وهو اللي متولي تدريب الإنتاج، وإن شاء الله أنه إنتاج طيب. السلالات اللي يحبها عبد الله العيدة ويحرص عليها؟ كل سبوق، كل بعير سبوق تحب سلالته، لأن ما تقدر حتى لو بغى يغشك شخص بيبيعك مطية ولا حاشي وسلالته ما هي طيبة، معروفة الحين كل شيء مكشوف. يعني. الهجن كتاب مفتوح، يعرفون الناس وش السلالة الطيبة وش السلالة الردية. صحيح. فالأمور واضحة. عبد الله العيدة، لو أنا عرضت عليك مطية أو شخص سين من الناس عرض عليك مطية، كيف آليتك في النسبة المشترى؟ ما لنا دخل في المضمرين. كيف يعني نسبة؟ في وسيط بين بائع وبين مالك. لا شوف، الوسيط يعتمد الاتفاق. أنا والله وسيط بروح أخلص لك ناقة من عند سين من الناس. نعم.
يعتمد كم تعطيه، مو بشرط انه ياخذ من المشتري، ياخذ من البايع. هذا ياخذ من البايع اكيد. البايع عرف عنده حل الهجن كم ياخذ دائما؟ والله تعرف يعتمد من اللي يبايع. في انسان ضعيف يبيع وفي انسان مقتدر، واذا كان تربطه علاقه مع الشخص هذا الديلر اللي قاعد يسوق لها ويجيب له، يعتمد يمكنه رفيق له ويحبه ويبغى يساعده فيعطيه نسبة إذا كان مقتدر، وإذا كان لا أحواله مصلحة عاد هو إياه يصطفى على ما قال. طيب أبو سعيد، دائما يعني في كلام كبير عند أهل الهجن، إن مثلا أنا كرجل أعمال أو شخص جاي ويبي يشتري، يجون ثم يروحون لمالك هجن ثاني ويقولون كم مطيتك؟ 1,500,000. زين خلاص احنا نشتريها من 5، لكن ترى لك 1,000,000، 5 لنا. هذه صايرة في عالم الهجن؟ وكل شيء يصير على بزنس ما في يعني. لكن أنت لما تجي تاجر بتشتري لازم يكون الشخص اللي بيدلك شخص ذو خبرة يعني، وتكون تعرفه. مستحيل تروح لشخص ما تعرفه وتقول له تعال أنا أبغيك تروح تشتري لي ناقة فلان أو تشتري لي ناقة، يمكن يوديك الناقة ما تسوى القيمة اللي بتدفعها. فقبل لا تدش المجال هذا تشوف الشخص اللي أنت تعرفه وتمون عليه، يشوف لك شخص من هل الهجن رجل صادق وعنده أمانة وصاحب ذمة، على أساس أنه إذا شرى لك وخلص لك المطية وأنت تبغي تعطيه شيء هذا بينك وبينه. لكن أن ذاك بيرفع السعر، ذاك يعرف، الناس تعرف أسعار المطايا. يعني لما باجيك بشتري من عندك مطية وبقول لك أنا ببيعها لك على فلان 2,000,000 لك 1,500,000 ولي 500، يمكن ما يقبل، بيقول أنا ما أقبل الكلام هذا يعني. اللي هو البايع احتمال بكره الشاري يعرف ذا يعرف من الشاري انه والله انا ماخذها 2,000,000، يقول تعال ليش تاخذ مني 500؟ ابو سعيد، البايع يبي البيع ويدري ان التاجر هذاك مفتاحه. لا، المشتري يشتري على سيفي، على ماضي، على مراكيض، على نتائج، ما يشتري سمك في بحر. السنه موجود عند اهل الهجن ترى، رجال الاعمال اللي يدخلون مو كلهم يعاينون. اي بس رجال الاعمال اللي يدخل والناس تستقله بهالطريقه انا اعتقد انه حرام يكون موجود وانه يدش في هالمجال. المجال هذا تدش لازم تكون حذر فيه. وش رسالتك لرجال الاعمال اللي توهم داخلين؟ رسالتي لرجال الاعمال اللي يحب يدخل في مجال الهجن، يجب ينتقي الشخص اللي راح يشتري له الهجن. قبل لا يشتري الهجن لازم يشوف الشخص المضمر اللي له ماضي وعنده مصداقية، يخاف رب العالمين. إذا توفر المدرب توفرت العزبة، ذيك الساعة يبلش يشتري هجن. أما تشتري هجن وانت لا عندك عزبة ولا عندك مضمر وتقعد ضايعة في ذا الميادين، لا، هذا أكبر غلط. يعني لازم أول شيء أسس عزبة. لازم توفر العزبة، توفر المكان، بعدين توفر المضمر، بعدين حتى يعني إذا بتجيب مضمر لازم مثلا تعطيه فرصة، تعطيه ثقة أنه أبغيك تشوف والله في الحقائق 2 3 في اللقاية في الجذاع، تشوف المطايا، وإذا شافها وعلمك بها أنت أكيد عندك مستشارين وعندك ناس تعرفهم وهالهجن وربع لك من وراه يشوفون والله أنا هذه أبغيها، هذه لا ما نبغيها، ما محتاجينها وكذا. بس سعيد، مرك أحد من ذولا في بداية مسيرتك؟ لا أنا دخلت عن طريق حمد بن طيان الله يغفر له، ومشيت مع الربع. وبعدين احنا هناك يوم دخلنا كانت الهجن مولعة، كان المجال العالم هابة فيه. أو لأن أبو سعيد ما يشتري إلا مطايا نوعية مرة، لازم تشتري، فأصبحت إذا تبي تنافس اشتر نوعية، لا تشتري مطية درجة ثانية، يا تشتري بس ممكن تطلع المطية لدرجة ثانية. هذا يعتمد إذا يصير سعرها إذا أقل كان. والآن الناس الحين العلاج بدأ ياخذ دوره يعني تقدر تقول المدرب أو المضمر تعطيه 50% ولا 60%. تمام. إيه، والعلاجات تعطيها مثلا 30%. الأشياء الأخرى 20%. هذه السبوك كم نسبتها؟ السبوك تقدر هي تأخذ 70%. 70%. إيه، والباقي يتوزع بين العلاجات وبين المضمر. متى بدأت العلاجات أبو سعيد؟ بدأت وين يعني من حوالي 20 سنة بدأت العلاجات. أنت ترى أن وجود العلاجات إيجابي؟ والله شوف، هذا مش في مجال الهجن بس، حتى في الخيل، لكن في هناك مؤسسات أو يعني ميادين أو مطبقين نظام الفحص، عندهم مختبرات ودكاترة
فهناك عقوبات للي ينشط. يعني بعض الناس إذا نشط في مواد محرمة لو صادوهم يعطيها يوقفونه سنة كاملة ما يركض. طيب أنت تؤيد أن في فحص ولا تؤيد أنها شوط شوف، مفتوح؟ بعض الفحوصات مكمل، بعض المنشطات مكمل. هنا. يعني مكمل نسبة الحديد ونسبة الكالسيوم عند المطية والسوالف هذه. وبعض العلاج منشط، بعضها يزيد نسبة الأكسجين في الدم، بعضها يعطيها دم زيادة. وإذا ما كانت هاي الأشياء كلها بمعايير طبية معروفة ترجع عكسية عليها. بعض الحالات يموت لما يرفع نسبة الدم عنده، يموت. طيب هل فيه الآن مطايا في العزب يعني مخلينها زي حقل التجارب، صح ولا لا؟ في يجربون فيها العلاجات، يجربون فيها الدم، لا شوف العلاج إذا جربته في مطية ما هي بسبوق ما راح يعطيك نتيجة. يعني مغامرة في السبوق. يعني المطية السبوق نصيب الأسد لها، سبوق الله خلقها كذا، لكن هذه مكمل لها العلاج. نعم. طيب العلاجات اللي تستخدم في الهجن وين نقاط البيع، من وين يشترونها؟ في الصيدليات البيطرية. هل في مصادر أخرى، أشخاص لا يعني مبدعين في هالمجال؟ لا، بعض الناس يقدر يجيب أدوية ويبيع، يعني مثل الناس اللي هو موجودة في الهجن، مثل ما تقول تاجر شنطة. نعم. لكن المضمرين الآن ما عاد يحتاجون حد يجيب لهم، يعرفون كل شيء، يعرفون الصيدليات اللي فيها علاج، ويعرفون كم النسبة اللي يعطونها، ويعرفون صاروا دكاترة وهم ما درسوا الطب. ما شاء الله تبارك الله. طيب السوشيال ميديا ينشر دائما على الانستغرام، على الواتساب، على كذا علاجات في اماكن معينه غير الصيدليات. لا، بعض الناس ما يتبع، ما ينجرف مع السوشيال ميديا. انت وش تأيد؟ لا علاجات انا بالسوشيال أيد ميديا؟ المضمر ولا صاحب الحلال هو يعرف العلاج اللي هو يستخدمه، يقدر يروح للصيدليه وياخذه، ما في داعي اني اروح للسوشيال ميديا. وش افضل علاج استخدم؟ السوشيال ميديا اذا اعطى غيرك وعلم غيرك، والله جاني فلان وخذ مني كذا وخذ مني كذا. صحيح. وش افضل علاج استخدمه العيد؟ والله بيني وبينك، والله اقسم لك بالله اني ما اعرف وش العلاج اللي يعطيه المضمر، ما اعرف شيء عنه، واللي جعله ما نبي اشتريه، هو اللي يشتري كل شيء ولا اسال عن شيء، لاني ما ابغى احرجه. ما تدخل في دهاليز الشغل؟ ما ادخل فيها كلش، لانه هو اليوم عندي بكره بيروح لغيري، فصعب انه يعطيني. صح. عدو المرمى يعمل عمله، يروح يعطيني معلومات بكره اروح اعطيها واحد ثاني. السبوق بس تلطم الرمز وخلاص. بس اهم شيء انك تفوز تنومس. هل يعتمدون على وصفة بيطرية أو وصفة طبية من بيطري، ولا يجربوا يمشي؟ لا يجربون. لا، بعض تعرف الآن الممرضين اللي في الصيدليات والدكاترة اللي في مجال الهجن تحصله على ما قالوا يعمل روحه بالعريف. هنا. وهو بس كذا ما يدري. يعني تجيك رجال بدوي عمي ما درس ولا شيء وتشوفه يعطيه علاج، لكنه هو رفيقه ذا يعلمه وذا يعلم الثاني، لكن مضمر يعلم مضمر صعب. إلا إن كان أخوه هذا موضوع ثاني. طبعا أنت أبو سعيد ما ضمرت الحلال مرة؟ حلال لا والله ولا تابعته؟ لا أنا ما ضمرت. أنا من مجال الكورة، أنا مجرد أدور أتبع الشوط، فزت قالوا لي ناموس، خسرت قالوا هارد لك. أبو سعيد أنا أتابعك في الدورة من أول ما جيت، ما تجي مع المسار، تجيب عيد منك ومتكي. لا لأنك تدري ليش؟ لأن إذا دخلت على الخط توقع يدعمونك في أي لحظة، فخلك بعيد وتتابع. نعم. روح بعيد وتعال سالم. ودنا ندخل في مجال البيع والمشترى، المزادات. هل ترى أو تؤيد أن يصير مزادات للهجن زي أي قطاع آخر، زي مزادات الخيل أو زي كذا؟ لا شوف، مزاد الهجن السبق صعب أنك تحطها فيه، وصاحبها ما راح يحطها في المزاد. لكن بعض المؤسسات عندها فايض من الحلال، ولا يعني خلاص ما عاد راح يؤدي عندها، فتنزله مزاد وريعه يرجع للمؤسسات الخيرية. كثير ناس يسوونه. في كلام دائما في الهجن أن في حلال في عزب كبيرة وعند رجال أعمال، المضمرين أو المسؤولين يكنسلونه، يقولون هذا ما ينفع، وهم دارين أنها مطية سبوق ويبيعونها عن طريقة. لا هذا شوف، هذا شيء يرجع للذمة والضمير. بس هل هو موجود؟ والله ما أدري، أنا عندي مش ما موجود. عمرك سمعت عنه؟ لا والله عندي أنا مش موجود. لا سمعت عنه في المجال، والله في وسط أهل الهجن. ولا شوف هذا الكلام يعني مش منطق. مضمر بيكنسل مطية وهو عارف أنها سبوق، ولو سبقت بيستفيد منها في نسبة وفي جائزة، فما أتوقع أن هذا. هو ما كنسلها، هو قال لك أن كنسلها. طيب وين وده؟ طلعها من عزبتك وباعها الرفيق له. ما يقدر يبيعها إلا أنا أقول له بيعها. أنت مكنسلها خلاص، أنت ما يكنسل عندك حلال. لا تكنسل عندي أوديها الإنتاج. يعني العيدة أي شيء كنسل، العيدة وغيره.
اللي بيكنسل عنده حل، لأنك هذه المطية ما جاتك بلاش، جاتك بملايين شريتها، ركضت عندك، خذت عندك رموز، وعقبه صار معها دروب في المستوى، خلاص ما عاد هي براكضة، تعال يا ولدي فلان ولا ودها الانتاج. طيب أضربتها وانتجت عليها. قعود كل شيء. بصير عندك رعية قعدان، صار الموسم كله لا ما عليه، أقدر أعيرها الناس إن كانت سباق يستفيدون منها يضربون بها. يعني احنا عندنا الحين زمول، شيء في السعودية وشيء في الإمارات وشيء في الكويت، ياخذه سنة ومنه للثاني والثالث يستفيدون منها، منه أجر ومنه صدقها الوالد. الحريثي اللي ولده السباق خذ الرمز أمس، هذاك في السعودية في جودة، عند ربع في جودة يضربون به، والعالم قالوا تعالوا خذوا بعيركم فكونا من الزحمة. بيض الله وجهك. وعطيناه الثاني وخلي الناس ترزق. يعني فيه قعدان وصلتها نجران صح؟ والله تقريبا. نعم. الظاهر عند بن عفيش الشيبة، الظاهر إذا ما خانتني الذاكرة. حنا في مجلس أمس ويبيضون بوجهك. الله يسلمك. اي والله على دورك. ما يبقى الا السمعة الطيبة. القعدان الطيبة السبق اللي سلالاتها طيبة. الحمد لله. وهذه ما كل يرخصها الحقيقة. الحمد. أبو سعيد، ودنا عاد ندخل في المشتريات اللي اشتراها عبد الله العيدة، في شيء شريته وندمت عليه؟ والله شوف، أنا المضمر عندي يشتري الطيب، لكن المطية مثل ما يقول البدوي ما لها زواحم مثل الطير، يمكنها سبوق ومعروفة ولها تاريخ، وإذا جات عندك ما توفق، فلا بد إن أنا ولا غيري اشترى لك ما توفق. أنا شيء طبيعي. وش أغلى مطية شراها العيدة؟ والله أنا شريت الهلالية، وكانت جذعة، وركضت الشوط الرئيسي وجابت 9 و6، وكان معها مجموعة نخبة من جذاع الخليج العربي بالكامل، وسميتها الهلالية وفازت. وكانوا متابعيني ذاك الليل من الهلاليين في أقل من دقيقتين وصلوا 10,000 متابع علشان اسمها الهلالية. حلو. وعطوني العضوية الشرفية في نادي الهلال. تستاهل. المطية اللي حباتها أكثر من مطياك وتعلقت فيها؟ والله يا أخي أنت سؤالك هذا محرج، كلها أحبها، لكن أنا عندي الذيبة لها مكان خاص. السبب لأنها كانت عند واحد من الربع، وقام المضمر حمد الراية وقال هذه الناقة أبغيها. قلت يا حمد ما سويت شيء عنده، لكن فعلا كان لما تركض أنا كلها للدوحة، كلها للشحانية، كلهم يتفاعلون معها بشكل غير طبيعي، والحمد لله أنها تجملت وخذت سيف التحدي في نهاية الموسم قبل كم سنة ما شاء الله، ولحد الآن هي عندنا نتجهها والحمد لله. عسى الله يوفقك إن شاء الله، وعسى الله يبارك لك يا أبو سعيد. الله يجزاك خير. والحقيقة سعيدين بمثل هالمعلومات من شخص قامة مثل أبو سعيد أنه ينقلها الجمهور محبين الرياضة من خارج عالم رياضة الهجن. الحمد لله. كلمة أخيرة قبل الختم. أولا نشكركم على هذا اللقاء الممتع، ونشكر الأخوة المصورين والمحضرين والمتابعين. إن شاء الله أن قدمنا كل ما يليق بمستوى الهجن والحلال بشكل عام. احنا كذلك نتقدم لك بالشكر والعرفان على سعة صدرك وعلى تواجدك معنا وعلى الوقت اللي استقطعته معنا. الحمد لله. ونشكر اخواننا وفريقنا المصورين اللي كانوا متواجدين معنا، والشكر لكم انتم متابعينا. تابعونا في حلقة قادمة مع ضيفنا.